ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل احلى اسرع غدا ممكن تعمليه. هنعمل مكرونه وبانيه. اول حاجه هنتبل البانيه. هنجيب بصلايه نقطعها مكعبات على ايديكي، او تبشريها بالمبشره او تضربيها بالكبه على حسب المتاح ليكي. ملحي طبعا زي ما انت ما بتحبي. حطيت معلقتين ملح صغيرين، وبعد كده حطيت فلفل اسود. انا بحب دايما تتبيله البانيه اعملها بملح وفلفل اسود وبيضه وبصله. يعني في اضافات تانية، في ناس بتحطها زي الكاتشب، زي المستردة، بتدي طعم حلو جدا، بس انا بحبها بالطعم الاوريجينال ده، الطعم الاصلي ده احلى طعم. البصل والفلفل الاسود والبيضة والملح بس، والله بتبقى احلى تتبيلة واحلى طعم. البانيه طبعا انا غسلاه كويس جدا بملح وليمون فقط. انا بغسلها بملح كويس او بليمون، وبغسلها تحت المياه الجارية كتير جدا لحد ما بحس ما فيش ريحة زفارة ابدا. بعد كده بقلب الخليط ده كله مع بعضه، وبغطيه كويس جدا وبلفه بستريتش كده. وادخله التلاجة. تقعد بقى في التتبيله دي ساعه ساعتين. بعد كده هنعمل المكرونه. معانا هنا معلقه سمنه ضفنا لها البصل زي ما انتم شايفين كده. اول ما البصله تحمر زي ما انتم شايفين كده، هنا ابتدت تحمر، هنضيف لها عصير طماطم، 6 أو 7 طماطميات ضربهم كويس جدا لحد ما بقوا ناعمين. حابه تصفي الطماطم صفيها، بس مش حابه براحتك، انا مبحبش اصفيها. بعد كده هنضيف 4 5 قرون فلفل كده مقطعهم شرايح، بيدوا طعم حلو جدا 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 في المكرونه. يا جماعه جربوها بالطريقه دي. بعد كده بعد ما الصلصة بتتسبك بنسلق المكرونة وبنضيفها للصلصة. بنقيد عليها النار بس دقيقتين، المكرونة تشرب الصلصة. انا في مية السلق بتاعة المكرونة ما بضيفش زيت. بعد ما بتتسلق باخدها على طول بضيفها على الصلصة. بعد كده بقلي البانيه. طبعا البانيه انا بقليه يعني بحط له كفر كده بالبقسماط، وبحط عليه معلقتين نشا. عندك نشا حطي، مش عندك خلاص يبقى حطي كفر بالبقسماط فقط. في ناس بتحط والله كركم، كاري، كمون، كلها اضافات يعني، بس يعني خليكي في الحاجه الاصلي، البقسماط. ولو زودتي زودي نشا زي ما انتم شايفين كده. حبايبي حطوا اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناه. مع السلامه.